شيخ وليد انا متابعك تقريبا صار 3 اشهر هيجي ومقتنع بكل كلامك، بس الا شيء واحد اذا قنعتني اياه السنن امم على ضلع الزهرة. هل صدق عمر كسر ضلع الزهرة؟ لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين، ولعنة الله على عمر بن الخطاب لو كان كسر ضلع الزهرة. شوف التأكد لحد فين، شوف أنا متأكد لحد فين عشان ننهي زين. النقاش. لا عندكم حديث صحيح في كسر ضلع الزهرة، ولا عندنا احنا كمان اساسا موضوع كسر ضلع الزهرة. يعني احنا اساسا موضوع كسر ضلع الزهرة مش موجود ولا في كتاب سني خلاص. وانتوا عندكم اساسا كل الروايات التي نقلت عن ابان بن ابي عياش، وابان بن ابي عياش كذاب، وسليم بن قيس اساسا لم يحضر الواقعة. يبقى انتوا جبتوا منين كسر ضلع الزهرة؟ زين، هلا علي كان بالبيت من عمر اجى، وبعد ما كان في البيت قال له اتفضل يا عمر اضرب الزهرة، ولا عمل ايه؟ لا 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 لا، انا ما علي بكتبنا كشيعة، علي بكتبكم. ايوه ليش ما ماشي، طلع؟ فين بقى الكتاب اللي حضرتك اللي قال ان عمر بن الخطاب كسر ضلع الزهرة؟ هو العدسة انا اريد اعرف الحقيقة، انا ما علي مفيش بكتبي، مفيش اريد من اي كتاب كتبكم. عندنا، مفيش اي كتاب عندنا قال ان عمر بن الخطاب كسر ضلع الزهرة. مفيش. نتحدى لو واحد جاب لنا، بس جاب لنا رواية من عندنا تقول ان عمر بن الخطاب كسر ضلع الزهرة. سؤال ثاني، اتفضل. الثاني اذا سنن شلون اقدر اروح الحسينية اصل لا سننت؟ هو يعني هي اهلي شوي عائلة واحد مشددة. واحد واحد، هي الحسينية ديت حضرتك بيتصلى فيها ولا المسجد اللي بتصلى فيه؟ اي الحسينية صلى ايش اكيد. يا عم الحسينية ما احنا شايفين اهو اللي بيحصل فيها من لطم وتطبير ونياحة وحاجات ما انزل الله عز وجل بها من صلاه. تحس ان انت داخل وكر. صح. يعني تحس ان انت داخل وكر. يا عم روح المساجد اللي بتصلي صلاة الناس، اللي ما بتجمعش الصلوات كلها مع بعضها. مو انا ما اريد احد يعرف اني سننت على مود. خلاص ما فيش مشكلة ان شاء الله، ما فيش مشكلة. بس اهم حاجة تتعلم صلاة السنة وتصبل ايدك، لان صلاة السنة زين بتختلف يعني عن صلاة الشيعة. يعني هي هاي ايدي، هي هاي المشكلة، لازم اثبتها يعني على طريقة الشيعة، بس اريد يعني شلون تقول كسني اريد. ايوه حضرتك انت يعني قلت لك قدام انت اهلي انت اخاف. تقرا طبعا في سرك، واخد لي بالك في سرك تقرا صلاه السنه. يعني كل الاشياء اللي هي الاذكار السنيه اللي تقال في الصلاه، واخد لي بالك بتقراها كسنه، لكن انت بتسبل ايدك عشان ما حدش يكتشف ان انت تسننت بس. يعني طبيت على الشيخ عثمان الخميس، تعلمت الصلاة الوضوء كامل طيب الحمد لله رب العالمين. والشهادة الحمد لله نطقتها وكامل الحمد لله. الله اكبر، الحمد لله، والله الحمد لله. بس يعني عندي ذنوب، كنت اسب الصحابة. والله نسال الله عز توبتي وجل يعني ان يبدل سيئاتك حسنات ان شاء الله، امين يا ان رب شاء الله. العالمين. نسال الله عز وجل ان يبدل سيئاتك حسنات، ومبارك عليك والف ممنون الف شيخ مبروك، كسبت ممنون الصحابه شيخ وليد. ولم تخسر احد من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. العفو يا غالي، اتفضل يا غالي.